عاملين ايه؟ النهارده اجيب لكم 5 نصايح هتنجح قناتك بيهم على اليوتيوب لو اتبعت النصايح دي من غير ما نضيع وقت كتير. يلا ندخل في النصايح بتاعتنا. اخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا طيبين. النهارده اول نصيحه معانا وهي بيقول لك الاستثماريه في القناه. لما تكون مستمر في القناه ربنا باذن الله هيديك اللي انت عاوزه. وغير كده اصلا اليوتيوب يحبك ويبتدئ ان يقترح فيديوهاتك الى المنصات الاخرى. زي مثلا انت عارف ان انت عارف ان اليوتيوب اصلا كل يوم بيقترح 500 الف مقطع على المنصة، مقترحات للناس. بالك انت لما تكون مستمر في القناة، اليوتيوب يبتدي ان هو خوارزميات اليوتيوب تشوف انك انت مستمر في القناة، فتبتدي انها تقترح فيديوهاتك للناس واكتر فيديوهاتك للناس. تاني حاجة معانا وهي ابدأ باللي معاك، ما تحاولش تحبط نفسك. انا ما بقولكش روح مثلا اشتري ميكروفون مش عارف ب2000 جنيه، واشتري كاميرا ب15000 جنيه، واشتري بوكس ولا مش عارف اسمه ايه دوت. لا، انا بالنسبة لي التليفون اللي بصور بيه ريدمي 11 اس ورينج لايت، بس هو ده اللي بصور بيهم. ولو ربنا رزقني من القناة ديت هشتري بقى واعمل استديو واظبط دنيتي. لكن انت ما تحبطش نفسك، ابدأ باللي معاك ان شاء الله لو كان تليفون ايه. بس اهم حاجة هو الاضاءة ديت احسن. لو كان تليفونك كاميرته وحشة، الاضاءة هتظبط الدنيا والستايل اللي عندك. اهم شيء الاضاءة. يا اما تعمل رينج لايت في البيت، يا اما تشتري رينج لايت هو رخيص مش غالي، يا اما تصور في الشمس. تالت حاجة معانا وهي ما تحاولش انك انت تسرق فيديوهات وتنزلها على قناتك، لان ده هيجيلك عليها حقوق طبع ونشر، وانت اصلا مش هتفعل عليها ربح. لما يكون الفيديو حصريا ليك فانت كده بتعمل حاجة حلوة. لكن ما تروحش تسرق فيديوهات، تسرقش فيديوهات مش بتاعتك وتنزلها على قناتك، هتاخد عليها حقوق طبع ونشر. وتاني حاجة قناتك هتتقفل. وغير كده اصلا مش هتربح في القناة دي. رابع حاجة معانا وهي لا تكون متكبرا. ما تتكبرش على المتابعين. انت دلوقتي نزلت فيديو جالك عليه مثلا تعليقين او 50 تعليق او 60 تعليق، ادخل رد على المتابعين. لا للتكبر، ما تتكبرش على الناس. اوعى تتكبر على الناس، انت مين عشان تتكبر؟ وخامس حاجة معانا او سادس حاجة معانا وهي الابتسامة الخفيفة. فالابتسام بوجه اخيك صدقة. ابتسم لاخيك، فانت مش خاسر حاجة، ابتسم ليه. الابتسام في وجه اخيك صدقة. واخر حاجة معانا وهي الخمول امام الكاميرا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين. النهارده فيديو جديد. عاملين ايه؟ لا، كده مش هيحبك المشاهد بنفسه. لما يدخل يشوفك انت كده فهو هيخرج بنفسه من البيت. فانت خليك راجل فرفوش كده قدام الكاميرا. وهديك نصيحة، حاول انك انت تركب الكاميرا، ما تخليش الكاميرا هي اللي تركبك. لان لو الكاميرا ركبتك فانت كده فشلت في القناة. حاول على قد ما تقدر انك انت تركب القناة، تركب الكاميرا يا عم، تركب القناة دي. يا رب يا جدعان تكون المعلومة وصلت. وانا بإذن الله مستمر في القناة. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا سبسكرايب في القناة وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.